بانه كان محمد الخامس مثلا ما دعمش الثوره التحريريه، ما وقفش ضد برنامج دوغول النووي. والله لو لم يقف، لو وقف ضد الثوره التحريريه وقال دوغول معليش نجربوا من الاخر، ما كانت تكون خريطه الجزائر على حالها اليوم. نحن لم ننصف الجيران، نحن لم نقدر التضحيات نتاع هذا الجار. كيفاش داير له بلاده، داير له بلاده وتزيدوا تسموه بالمحتل وتزيدوا تسموه بالنظام التوسعي. أنثروبولوجيا، ما معنى أنثروبولوجي؟ هو علم العادات والتقاليد السكان. الواحد لما يزور توات، يزور بشار، يزور تندوف، يزور تيديكلت، عين صالح، رقان، أولف، القناتسة، بني عباس، الواحد لما يزور ويبغي يتأكد من الكلام اللي راني نقول فيه ويتأكد من أن تلك الأرض هي أرض مغربية، يروح يدير ايديتي دونتروبولوجي، يروح يشوف عادات. يعني خلينا من الأدلة التاريخية وخلينا من الأمور اللي تأكد أحقية المغرب ولأن تلك الأرض كانت تابعة للمغرب. يروح يشوف الأنثروبولوجي. الأنثروبولوجي ما هي؟ طبيعة سكان تلك المنطقة. أولا نتكلموا على اللهجة. إذا تكون في مدينة بشار، مثلا، نفس اللهجة نتاع سكان الرشيدية. إذا نروحوا إلى الطبخ مثلا، الأطباق التي يطبخها أو الأطباق اللي تطبخ في الساورة ولا في تيديكلت ولا في تندوف ولا، هي نفسها الموجودة في المغرب. ما كانش فرق بين ما يأكل الناس في تلك المنطقة والرسات والأطباق نتاع المغاربة في المغرب. إذا تكلمنا على اللبسة مثلا، الناس واش يلبسوا؟ نفس اللباس اللي يلبسوه سكان المناطق في المغرب. العادات، التقاليد في الأعراس، في إحياء الأفراح الدينية، الأعياد الدينية، المولد النبوي، نفس التقاليد ونفس العادات اللي في المغرب موجودة في تلك المناطق. وأتحدى أبواق هذا النظام يقولوا كلام آخر، يعني الناس اللي راهم في تلك المناطق ما وصلهم تقاليد العثمانيين، مع اللهجة نتاعهم هي نفس لهجة المغاربة، وبالتالي الواحد غادي إذا زار المغرب وزار تلك المناطق سيتأكد لمجرد يعني بقاء بعض أيام هناك، غادي يتأكد بأن هؤلاء جزء لا يتجزأ من المغرب وأنهم مغاربة. وفرنسا بتوسعها ضمت تلك المناطق إلى الجزائر الفرنسية. هذه في فاس. راكم شفتوا نفس اللي شفناه في فاس، نفس ما يقوم به الناس في توات. غادي نشوفوا الآن النونتر موديل، بس تعرفوا هنا باللي يعني مجتمع واحد. نمشوا هنا للدقة المراكشية. الدقة المراكشية. انظروا الآن السكان في تيميمون اللي في توات. نفس التصفاق اللي كاين في مراكش راكم تشوفوه هنا في تيميمون. يعني هنا أنثروبولوجيا عادات وتقاليد الساورة نفسها اللي نشوفوها في مراكش، نفس اللي كاين في بشار، في كولوم بشار نشوفوه في الرشيدية. يعني هؤلاء مغاربة، وتلك الأرض تنطق أنها مغربية. الأمر ماهوش متعلق بالفنون ولا بالحضرة ولا حتى العمران في مدينة أدرار، في مدينة بشار، في تندوف، هو عمران مغربي خالص. وهذا يأكد على أن تلك الأرض أرض مغربية. ما هوش الأمر متعلق بالتعيينات نتاع مسؤولين ولا تعيينات من عهد السلاطين، يعني القياد ولا البشوات. لا، هؤلاء مجتمع مغربي خالص فصله الاستعمار عن وطنه الأم. هذه هي الحقيقة. غادي نحيلكم هنا إلى بعض الصور التاريخية اللي تأكد على أن الساورة، أن بشار
الفرنسيون هذه يعني الارشيف الفرنسي الى غايه 1914 هذه بشار كولوم بشار كانوا يسمونها لو ماروك. هذه تيريتوار دو سود. الور هنا كولوم بشار ماروك، هذا الارشيف الفرنسي. يعني هنا الى غايه هذه في بدايه القرن العشرين منطقه بشار تابعه للمغرب. كاينه هذه الصوره وغادي نوريكم الصوره الثانيه. هنا 1915 دائما من الارشيف الفرنسي. لاحظوا هادو فرنسيين مع سكان بشار المغاربه باللبسه نتاعهم. كولوم بشار ماروك 1914 كولوم بشار المغرب 1914 يعني بدايات العقد الثاني من القرن العشرين. لاحظوا ان كافالي دي مخزن، هذا فارس مخزني كولوم بشار. لو ماروك لو 3 اوت 1917 3 اوت من 1917 المغرب كولوم بشار الساورة كافالي دي مخزن. هذا الارشيف الفرنسي، هذا الارشيف الفرنسي اللي امتلك انا منه العديد، بصح كل مره نقدمه. عندي ارشيف يتكون من 400 صفحه سانشره على مراحل ونبين حقيقه الاكاذيب نتاع نظام العسكر والتزوير للحقائق، ويحاول انه يقول للناس انه كاين ارض، هذيك الارض ما كانتش تابعه للمغرب، كلها اكاذيب، كلها اكاذيب. وغادي نفضح الاكاذيب نتاع هذا النظام بشويه بشويه. كل مره نوروا التاريخ والغايه نتاعها باش ما يهفكمش دباب العسكر. الغايه نتاعها هو ان نتصالح مع ذاتنا وان نتحاور مع جيراننا من اجل حل مشاكلنا بعيدا عن سطوه المستعمر اللي راه يتحكم في نظام العسكر العميل. هذا هو الهدف نتاعنا، هذا هو، وترجع الامور لنصابها ونعيشوا في سلام في استقرار. هذا هو الهدف نتاعي اللي راني من وراءه ننشر في هذه الوثائق. قلت بانني عندي اكثر من 400 وثيقه سانشرها تباعا، كلها من الارشيف الفرنسي اللي ياكد على ان نظام العسكر يزور التاريخ. هذه هي الثقافه نتاع نظام العسكر. ما عندهاش ما يملك بخصوص هذه الاراضي اللي هي فعلا مغربيه، ومازال ما يحشمش 50 سنه هو يواجه في الجار ويقول له انت محتل ونظام توسعي. كيفاش نظام توسعي يخرج الشرك؟ كيفاش هو خسر بلاده؟ دعمنا في الثوره، خسر بلاده، وقف ضد فرنسا قال لها ما ديريش لي زيسي نوكليير، وتقول عليه نظام توسعي ومحتل. ما عندكمش الوجه اللي تحجموا به، ما عندكمش، ما يتفاهموش معاكم المغاربه. وانا نقدر المشاعر نتاع المغاربه وعندهم 1000 حق، عندهم 1000 حق، لانكم نظام ما يختشيش كما قالوا المصريين. ما تحشموش الارض هذه. باش نوضح البني وطني وباش ما يغلطوكمش، لا فلان كانت تدي الدعم من عند محمد الخامس الله يرحمه، من عند المغرب شعبا وحكومه، وكانت تتفاوض مع فرنسا على هذه الارض اللي هي ماشي جزائريه. نعم هذه ارض مغربيه، كانوا يتفاوضوا مع فرنسا، والمقابل ولا الاتفاق واش كان؟ فرنسا قالت لها لا فلان انا يا راني قابل باش ديري لي زيسي نيكليير ولي زارم شيميك. فرنسا منين شافت لا فلان قبل بالشروط نتاعها قالت باللي او موا هادو نحكموا فيهم، لان عارفه فرنسا المغرب ما يقدرش تحكم فيه، عارفه فرنسا ان المغاربه غادي يرفضوا باش تكون هناك تجارب نوويه يكون عندها اضرار على سكان كوات، على سكان ركان إكر أولف. لكن لا فلان لا فلان قبل صح، وقبل وكان يدي الدعم من عند المغرب. وبالتالي المغرب دفع الثمن، وزاد تحالف هذا النظام الانقلابي مع فرنسا باش يبقى المشكل الصحراء المغربيه في غربها دون حل. علاش فرنسا ما تعترفش بمغربيه الصحراء؟ هذا هو السر، هذا هو السر.
اللي ما يقدرش النظام العسكري يتكلم عليه. يخلوا المغرب يدور في حلقه مفرغه، ويخلوا المغرب يدور في مشكل هذا، خلقوا لها هذه حركه البوليساريو الوهميه الارهابيه، خلقوا لها دوله وهميه فوق تراب تندوف، وهؤلاء مغاربه خرجوا من الطوع ويدعموا فيهم باش عمر المغرب، هذا المغرب اللي خطا خطوه كبيره في بدايه السبعينات، ولكن يافي با لا بون فوا نتاع هذا النظام، ما كانتش عنده النيه الصادقه هذا النظام باش يبني علاقات طبيعيه. هو واهم، انت يا نظام العسكر راك واهم بهذيك الاتفاقيه اللي ما راكش محترم البنود نتاعها، انت واهم، وانت اللي راك حاب الامر يبقى كما هكا ودون حل. ما كانش حل بالنسبه لهذه المنطقه الا في الحوار مع جيراننا، الا في الحوار واحترام جيراننا وانصاف جيراننا. نعم، نحن لم ننصف الجيران، نحن لم نقدر التضحيات نتاع هذا الجار. كيفاش داير له بلاده وتزيدوا تسموه بالمحتل، وتزيدوا تسموه بالنظام التوسعي؟ هذا حمق وهذا هبل، هذا حمق وهذا هبل، وهذه هي الحقيقه، هذه هي الحق. لانه كان محمد الخامس مثلا ما دعمش الثوره التحريريه، ما وقفش ضد برنامج دوغول النووي، والله لو لم يقف، لو وقف ضد الثوره التحريريه وقال دوغول معليش نجربوا من الاخر، ما كانت لتكون خريطه الجزائر على حالها اليوم.